ويسعد كل أوقاتكم يا صبايا، وأهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. ورجعت لكم بفيديو جديد معكم أنا فاتنة. بتمنى تكونوا كلكم بخير، وشكرا للناس الجداد يلي دخلت على قناتي وعم بتتابعني. أهلا وسهلا فيكم، وأنا كتير مبسوطة إنه عم بتحبوا فيديوهاتي، وإن شاء الله بتكبر قناتي أكتر وأكتر بوجود الناس الطيبة. بالنسبة لإلي فيديو اليوم مميز كالعادة. بكل فيديو عندي إله قصة وحكاية. الفيديو اليوم عبارة عن إنه أنا طبعا مثل ما بتعرفوا بالفيديوهات السابقة أنا عند أهلي بإجازة، هيك إجازة الصيف. فثائبت إنه أنا موجودة عند أهلي، أختي بفضل الله بتاخد الجنسية البريطانية وأنا بكون معها. فحبيت هيك أحضر معها الجنسية، فكانت الأجواء كتير حلوة وكتير حماسية، وعن جد هيك يعني بتحسوا بشعور غريب إنه الدولة البريطانية كيف بتمنح الجنسية لمواطنينا. فهي من بعض اللقطات من كيف هيك كنا عم نحضر الجنسية وكيف استلمتها أختي. وألف ألف مبروك وعقبال عند الكل يا رب. الحلو بالجنسية إنه أنتوا بتقدروا تسافروا تروحوا وتجوا بدون أي حواجز، يعني هاي الشغلة الإيجابية اللي أنا حسيتها من بعد ما الواحد بياخد الجنسية. عقبال عندك سهرة. وهون أختي أخدت الجنسية، وعن جد كتير كتير فرحنا لها، لأنه كتير كتير تعب، متعبة الجنسية، مو سهلة أبدا. تعبت شهور وهي عم تدرس وهي عم تقدم وتحاول وكذا. والشي اللطيف إنه مع الجنسية قدموا لها هدية عبارة عن هذا الوسام. عن جد بقيت تذكار. وكمان بعد ما خلصنا والكل تجنسوا الموجودين عاطينهم مواعيد، قدموا لنا هيك بيتي فور مثلا وفنجان قهوة. فحكينا ودردشنا شوي وباركنا للي بنعرفهم وللي ما بنعرفهم. وبعدين طلعنا على البيت مثل ما قلت لكم، فطرنا بس ما صورت والله. وبعدين كان الجو كتير حلو، أخدنا الأولاد وطلعنا على حديقة الكرز والفريز. هاد الفيديو السابق كان عم نصور بالكرز، بس هالمرة مسكرين الكرز وفاتحين الفريز. فهون المنطقة كتير 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 حلوة. عن جد فيها ألعاب متنوعة للكبار والصغار، وأسعارها كتير رمزية. بتقدروا تشوا، بتقدروا تأرجلوا. تايم، هالمرة بتحب الفريز صح؟ لا بمزح. يلا امشي، وصلنا. حلو حلو. طلع حمر، طلع كله حمر ما شاء الله. الشي الحلو بهذا المكان إنه بتقدروا تقطفوا وتاكلوا قد ما بدكن مجانا، وإذا حبيتوا تاخدوا على البيت طبعا مسموح. بس إنه الشي اللي بتقطفوه بتوزنوه حسب الكيلو بتدفعوا حقه. بس كأكل بتقدروا تاكلوا قد ما بدكن بدون ما تدفعوا ولا ليرة. يعني كتير شي حلو. طيب الفريز عبيت بطني. سيك. دي هي صغيرة، هي كبيرة وسط صغيرة، خد وحدة يلا. وين كمان عمر؟ انا راح اطلع ليه؟ لانه بدي اكل كرز كمان. خليكي. قلت؟ ايش قلت؟ من كتر ما طويل عم اشوف الفول فريز. الحلو انه الفريز سلم نحن معروف انه بيكون هيك بالارض، ننزل هيك وبنقطفه. بس هون عاملينه على العالي، يعني طول ما انك ماشية تقطفوه، ما بتتعبوا. واحد خلي بيدكم معك، واحد خلي بيدكم. لا يلا امير خد حبيبي وحدة. هذا امير، يلا كل هذا امير. يلا امشي. مشوا نروح على الكرز، تروحوا على الكرز. بنقطف الكرز بعدين بتلعبوا. يا اهو امشوا. لا حمرا. يلا. هاي منيحة هاي. لا هاي اورانج. هاي خلي هاي كتير حلوة. يلا اخذها
اجت تقول للبابا لا بيتك معنا. أحمر. احمر، فريزة حمراء مثل هاي. كبيرة. كبيرة. ايه يلا كتير منيحة. يا سلام أمير، اشتهيت البابا يكون معنا؟ ايش بدها تقول للبابا هلا بس يشوف الفيديو؟ يا ريت تكون معنا. طيب الفريز طعمته طيبة؟ ايه. وسيم شو طيب الفريز؟ ايه. يلا امشوا نروح على الكرز. نو. نقيتها مو حمرا ماما، بدك تنقيها حمرا مثل ما علمتك. يلا تعال امشوا نروح على الكرز. كنا عاملين حسابنا كمان نروح على الكرز بس طلع هالمرة مسكر وما كنا عارفانين. ايش قلتي؟ أكبر حبة فريز بس ما هي واضحة. ليش هيك الكاميرا بدها تنمسح؟ وصلنا متأخرين قربوا يسكروا بس أخدين الولاد لمشوار تاني. يلا رقص رقص رقص. يلا والله برافو عليك. والله برافو. والله سكتي. يلا برافو. سبعة. أمين. مرام انتي لا خسرت. دوري. دور مرام. لا قصدي. ايش عملي؟ يلا جرب هاي جربها بعد ماما جربها. بس على فكرة لازم يطلعوا هذول اللي من تحت كرمال بيسموها تعال يمين ولا شمال. رحنا بعدين على التين بين، هذا أكتر مكان ولادي حبوه، يعني كل فترة وفترة عم ناخدن عليه مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق، فيه كتير ألعاب ونشاطات بس الصراحة ما قدرت أصور كل شي لأنه عن جد تعبنا اليوم، سوينا كتير شغلات. ورجعنا على البيت فورا حطينا الأكل بالفرن، نحن كنا مجهزينه منشان نتغدى لأنه عن جد هيك جعنا، يعني كان نهار طويل. فسوينا نوعين معكرونة، واحدة بالبشاميل واحدة بالخضار مع جبنة لأنه كل حدا بيفضل نوع معكرونة شكل. فتغدينا والله وحمدنا رب العالمين، والأكل مع اللمة شو ما كان بتبقى نكهته غير. فبهالوقت شو صار؟ طلعوا هالشباب يزبطوا هالجنينة، حطوا لها هيك سور، وهذا التراب بدهم يزرعوه شوية خضرة. فنحن بهالوقت شو بدنا نعمل؟ قلنا لها لأختي قومي لازم تعملي لنا حلوان الجنسية، فوالله قامت وعملت لنا الكنافة. يلا نحطها بالفرن؟ ايه. ما تحطي لها سمنة؟ لا حطيت خلص فرقتها مع الكنافة ما بدها. يا سلام عن جد نكهتها كانت كتير طيبة، حتى ريحتها كتير كانت مميزة. الله يسلم ايديها يا رب. وعن جد يعني انه لازم هيك تحلينا، فهي كتير بتطلع مع الكنافة طيبة وبتنجح مع يعني طعمتها هيك مميزة. فقامت والله عملت لنا هالكنافة وتحلينا، وجنب الحلو بده فنجان قهوة، فغلينا هالفنجان القهوة وعملنا هالحلو قطعناه، وطلعنا كملنا قعدتنا برا بالجنينة على الهوايات لأنه البيت كان كتير شوب، يعني بالبيوت شوب بس برا الجو كتير حلو. فأخدنا هالقهوة والله وقعدنا برا، والولاد لعبوا وتسلينا.
يعني تعرفوا بأوروبا ما بتغيب الشمس للساعة 11، فكان نهار كتير طويل بس كتير حلو، وعملنا فيه كتير شغلات مع العيلة. فهيك يعني تبقى هاي الأيام كلها ذكرى، وأيام ما بتنتسى وما بتتعوض. صايرة؟ بتجنن. ها؟ وهاي الكنافة مع فنجان قهوة بالجنينة، سلم إيديكي يا أختي، كانت كتير طيبة. وهاي الجنينة من برا بعد ما خلصوها الشباب، والله هيك كتير يعني كانت كبيرة طويلة، يعني تتحمل كتير مزروعات، زرعوا فيها بندورة ونعناع، كتير قصص بدهم وقت ليطلعوا. وهاي الشباب الحلوين عقد ما لعبوا اليوم كتير تعبانين، والله كل واحد حجز كرسي وقعد، فقلنا خطي خلينا ندللهم، حطينا لهم هالفواكه والشيبسات والعصير، وقلنا شوي ندللهم خطي يعني. بس اجتمعوا الولاد إجباري، بيتقاتلوا شوي بتصالحوا شوي، بس بالنهاية بيضلوا أطفال وبيحبوا بعض. الله يحميهم يا رب ويحمي جميع الولاد. ما شاء الله، الله يخلي له اياهم. خد أمير، خد وسيم، وسيم. لون أخضر، لون أخضر. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكن كل جديد. وبتمنى من كل صبية شافت الفيديو تكتب لي هي من وين عم تتابعني، وإذا عم بتحبي فيديوهاتي. ومرة تانية منورين كل المتابعين الجداد، وهلأ رح قلكن سلام.